أوفياء قناة ميديا الكرة، السلام عليكم ورحمة الله. في المقطع ديال اليوم جبنا لكم مشاهدينا الكرام الخرجة الإعلامية ديال السي الدراجي، واللي تكلم فيها عن اختيار إبراهيم دياز رسميا لحمل قميص المنتخب المغربي، وكيف حاول التقليل من هذا القرار، وكيفاش بدا يهضر على الخذلان وعلى وسائل الإعلام الإسبانية تجاه هذا الاختيار ديال النجم ريال مدريد، واللي عبر عليه هذا الأخير بكونه اختيار نابع من القلب. قبل ما نتطرقوا للتفاصيل، نرجو من أصدقائنا يدعمونا بالاشتراك والإعجاب، ومرحبا بمشاهدينا الجدد، ولا تنسوا تفعيل جرس الإشعار باش توصلوا بكل جديد يهم الكرة المغربية والمنتخب المغربي والرياضة عموما. كعادته حفيظ الدراجي لا يفوت الفرصة إلا ويأبى أن يحشر أنفه في المواضيع المغربية، ومن خلالها يحاول تمرير المغالطات أو إثارة الجدل والله، وأحيانا إحشاء السم في العسل بداعي السياقات الراهنة. وفي هذا الصدد تطرق في برنامجه بعيون حفيظ التي رصدت ما قبل تاريخ الفيفا المقرر ابتداء من هذا الاثنين، والمباريات المقررة بالنسبة للمنتخبات العربية والإفريقية، المباريات الدولية المقررة، والتي هذه المرة تصنع الحدث بما فيها سواء من خلال المدربين أو من خلال اللاعبين. وبعد أن تكلم عن ضجة عدم استدعاء محمد صلاح للمنتخب المصري وطلب رياض محرز الإعفاء من الانضمام إلى المعسكر الجزائري القادم، قال إنه من الواجب الحديث عن انضمام إبراهيم دياز إلى منتخب المغرب. يجب أن نتحدث عن المغرب كذلك في نفس السياق أيضا، وقال بالحرف يجب أن نتحدث عن المغرب كذلك في نفس السياق أيضا، مع استفادة المنتخب المغربي من اللاعب إبراهيم دياز، بالإضافة إلى أسماء كثيرة جدا. ثم أضاف بكثير من التحفظ وعدم الرضا استفادة المنتخب المغربي من إبراهيم دياز أثار الكثير من الجدل، ترحيب طبعا في المغرب والكثير من الجدل والكلام في إسبانيا، حيث انتقد الاتحاد الإسباني على تخاذله، هكذا وصف في بعض وسائل الإعلام الإسبانية، ودائما يقول وتضيعه لعدد كبير جدا من اللاعبين. نعم، تمكن من خطف لامين يامال، ولكن وسائل الإعلام الإسبانية سردت سلسلة من اللاعبين المغاربة وغير المغاربة كذلك، أو ممن يحملون الجنسيتين الإسبانو المغربية أو الإسبانو وبلدان أخرى، على غرار حكيمي في وقت سابق ودياز والزلزولي وإلياس أخوماش وغارناتشو مؤخرا ولوكاس وتيو هرنانديز ثنائي المنتخب الفرنسي، الذين كانوا قريبين من الالتحاق بالمنتخب الإسباني وضاع فيهم طبعا. وهذا كله كلام لحفيظ الدراجي. ويضيف في تحليله وسائل الإعلام الإسبانية تحدثت عن خذلان الاتحاد الإسباني مقارنة باتحادات أخرى، تقول بأنه لا يصر كثيرا على لاعبيها، أو بالأحرى لا يهتم تماما باللاعبين وبالمواهب النادرة مثل ما حدث مع لامين يامال. لذلك اغتنمت دول أخرى الفرصة مش بالدرجة الأولى مغربية، ولكن اتحادات أخرى مغربية وفرنسية وبوسنية وغيرها استفادت من عديد من اللاعبين الذين يحملون الجنسية الفرنسية. وختم كلامه ملخصا الأمر بالقول المهم أنه إبراهيم دياز سيكون مكسبا كبيرا جدا للمنتخب المغربي بالنظر لمستوياته مع فريق ريال مدريد. وفي الأخير لم يفوت الفرصة ليدس كلاما غير دقيق، وكأنه يقلل من قناعة إبراهيم دياز ويصغر من قيمة هذا القرار الشجاع الذي عبر عنه نجم أسود الأطلس الجديد، حيث قال السيد الدراجي بعض وسائل الإعلام الإسبانية قالت اختار المغرب لأنه تأكد بأنه لن يعول عليه على مستوى المنتخب، دون أن يذكر هذه الوسائل الإعلامية ولا مصدره في قوله هذا. لذلك نتساءل لماذا هذا الاهتمام بالشؤون المغربية والأحداث الوطنية إذا كان السي الدراجي لا يرتاح لإنجازات المغرب ولا تعجبه قوجعة المغرب ويحرض على صحراء المغرب؟ من الأفضل تركه ما لا يعنيه ليرتاح، أليس كذلك؟ وصلنا لنهاية المقطع أصدقائي أوفياء قناة ميديا الكرة، هذه تحية أخوية لكل من وصل معنا إلى هنا، وإلى لقاء جديد مع فيديو قريب، واللهم يسر ولا تعسر.